السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده هنعمل مع بعض صينية نجرسكو، طريقة سهلة وان شاء الله هتعجبكم. يلا نبدأ نسمي الله ونقول المقادير. معانا ملح، ومعانا توم باودر، ومعانا بابريكا، ومعانا فلفل اسمر، ومعانا لبن، وفلفل مقطع، وبصل مقطع شرايح، وزيتون، وفراخ مقطعة شرايح بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وده كيس البشاميل الجاهز هنجربه النهارده مع بعض، اول مره نجرب البشاميل الجاهز. وده مكرونه شرايح، اي نوع انت حباه بس تكون مكرونه شرايح. وهنجيب حله نحطها على النار ونحط فيها ميه وشويه ملح عشان نبدا نسلق المكرونه معانا، وهنغطيها لغايه الميه تغلي. وهنجيب طاسه وهنحط فيها شويه سمنه. اول ما السمنه تسخن معانا اروح نازلين بالفراخ المقطعه شرايح لغايه ما تنزل الميه بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. واول ما تبدا تنشف معانا اروح نازلين بالبصل اللي احنا مقطعين الشرايح زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد كده هروح نازلين بالفلفل المقطع، نازلين بالبهارات اللي احنا قلنا عليها، ملح وفلفل اسمر وبابريكا وتوم باودر. واروح نازلين بالزيتون. وهنركن الطاسه على جنب ونحضر مع بعض البشاميل. هنجيب الحله على النار ونفضي اللبن. كل كيس بشاميل عليه لتر لبن، والبشاميل حسب رغبتك انت، عايز تعملي كيسين بشاميل، عايزه كيس زي ما انت حابه. وبعد ما نزلنا بالبشاميل على اللبن هنفضل نقلب تقليب مستمر لغايه البشاميل هيتقل معانا. البشاميل الجاهز عليه كل التوابل بتاعته، هو حقيقي كويس جدا، مش محتاج منك اي ملح ولا اي حاجه. انا بس ضفت عليه شويه فلفل اسمر. واول ما يتقل معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده هنروح نركنه على جنب. وهنا الميه بتاعه المكرونه بدات تغلي معانا، هروح نازلين بالمكرونه. وكده خلاص المكرونه استوت معانا، صفيناها بالشكل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما حطيناش عليها ميه من الحنفيه، صفيتها بس في المصفى. والبشاميل جبنا الصينيه زي ما انتوا شايفين، عملناها بالسمنه ونزلنا بشويه بشاميل. وطبعا البشاميل لما نيجي نعمله على النار بتعمليه في القوام اللي انت عايزاه، عايزاه تخين عايزاه خفيف زي ما انت حابه. زي ما انتوا شايفين كده واروح حاطين شويه مكرونه، طبقه مكرونه بالشكل ده. وبعد كده بننزل تاني بشويه بشاميل. اروح نازلين بالخليط كله اللي احنا عملناه من الفراخ. ونرجع تاني نحط طبقة مكرونة. نازلين بالبشاميل كله الباقي بالشكل ده. هنغطي طبقة المكرونة كلها ونرش شوية جبنة موتزاريلا على الوش علشان بعد ما تستوي بتشد معانا بتدينا طعم وشكل كويس. وهنحطها في الفرن اي درجة حرارة انت عايزاها، انا عن نفسي بحطها على درجة حرارة عالية. وده شكلها بعد ما طلعت، بجد جربوها، طريقة بجد هتعجبكم جدا. بجد شكلها حلو قوي وطعمها حلو قوي، بجد لازم تجربوها. والطريقة دي بجد جربوها وان شاء الله هتعجبكم. مستنية منكم رأيكم في الكومنتات لما تعملوها. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يعجبكم. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وهشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.